السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طلاب الصف الثاني الإعدادي، أهلا وسهلا بيكم أبطال في فيديو جديد. النهاردة هنحل مع بعض كتاب المعاصر إنجليزي تاني إعدادي، صفحة 148 و149 و150 و151 و154 و155 و156. نقول بسم الله. ما تنسوش يا حبايبي حطوا لنا لايك للفيديو واشتركوا في القناة عشان كل فيديوهاتنا الجديدة توصل لكم من حل التدريبات والواجبات. يلا بينا. أول حاجة choose the correct answer from A, B, C or D. بيقول لك رقم واحد when a friend keep your secrets، لما صديق بيحفظ أسرارك. it build، ده بيبني trust يعني بيبني ثقة. رقم اتنين they couldn't read the ancient writing، يعني هم لم يستطيعوا قراءة الكتابة القديمة. because they have هتقول له faded يعني اختفت، لأنها اختفت. دي كده كانت صفحة 148. يلا بينا على صفحة 149. صفحة 149 بيقولك هنا fire fighters، رجال الإطفاء. need greed هتقول له courage، بيحتاجوا شجاعة عظيمة. to go in a boring building عشان يدخلوا مباني المحترقة. I made a promise يعني أنا اديت وعد. to help my mother، أنا أساعد والدتي with housework في العمل المنزلي. رقم 5 هتقول له a decade اللي هو العقد is a period، بتكون فترة of 10 years، بتكون من 10 سنين. طيب رقم 6 promise الوعد is a strong agreement، بيكون اتفاق قوي to do ان انت تعمله or not to do، او انت ما تعملوش something شيء ما، يعني اتفاق قوي بحاجة انت هتعملها او حاجة انت مش هتعملها، ده اسمه وعد promise. طيب he thanks the farmers، هو شكر الفلاح. with deep هتقول له يعني بامتنان وشكر. because the farmer لأن الفلاح has saved his life، لأنه أنقذ حياته. سلمى realized، سلمى أدركت إن this treasure، إن هذا الكنز had been kept احتفظ for a generation لأجيال. the underlined word كلمة realize أدركت معناها understand يعني understood يعني فهمت. the word precious يعني ثمين is the same meaning، لها نفس معنى كلمة expensive غالي. the young man الراجل الشاب تقول له made a promise أعطى وعد to stay with the farmer، إن هو يبقى مع الفلاح. it takes real courage بتتطلب شجاعة حقيقية to admit اللي هو يعترف your mistake بأخطائه. the word courage كلمة الشجاعة is the synonym of brave، يعني brave برضو هي معناها هما الاتنين نفس المعنى، شجاعة وشجاعة يبقى ترادف synonym. طيب the suffix الناس change the word kind to noun تبقى kindness يعني طيبة وعطف. the word living كلمة living المعيشة has the same meaning لها نفس الحياة، انها نفس المعنى. تقول له alive يعني على قيد الحياة. العيش لها نفس المعنى على قيد الحياة. ودي صفحة 149. يلا بينا على صفحة 150. صفحة 150 the suffix اللاحقة هتقول له ال ION from the noun، تخلي الاسم generation تبقى generate تبقى generation. طيب هتقول له to fade ان انت تبهت means بتاني to lose color ان انت تفقد اللون and brightness اللمعان. رقم 17 generation الجين means people بيعني ناس born and living واتولدوا وعاشوا at the same time في نفس الوقت. رقم 18 trust الثقة is to trust لكي تثق is to believe ان انت تؤمن وتصدق in something is in someone في شخص ما and feel safe وتشعر بالأمان والذم معاهم، ده اسمه تراست ثقة. طيب ذا بريتيتس اللي هم قراصنة البحر هيد اختبأوا ذا تريجر خبأوا الكنز ان ا سيكريت كيف في كهف سري. ذا وورد تريجر كلمة تريجر ذا سيم مينينج نفس معنى كلمة فيلابل ثينجز أشياء قيمة. زمان didn't keep her promise يعني ما لم يحتفظ بالوعد بتاعه. this mean ده بيعني ان هو broke it يعني كسر الوعد بتاعه. it's very important to keep your promise، من المهم ان انت تحفظ السر. the bird الطائر had lost most of his strings يعني فقد قوته trying to escape. the anthem of the word normal عكس كلمة طبيعة تبقى rare نادر. the suffix en from the adjective from the word wood تبقى wood خشبي. kindness الطيبة and generosity اللي هي الكرم are synonym بتكون ترادف. ودي صفحة 150. يلا بينا على صفحة 151. عندك هنا محادثة بيقول لك هنا عمر شويز حازم يعني بيظهر لحازم an old bag شنطة قديمة he found from his family وجدها مع العائلة. اول واحده هتقول له باج اتس ان اولد باج يعني شنطه قديمه. هنا هتقول له وات داز ات لوك لايك بتبدو ازاي، قال له هنا بيلونج تو بتنتمي ليه تنتمي ليه. هنا هتقول له اي فيل هابي انا بشعر بالسعاده بيكوز ات ريمايند مي اوف ماي فاميلي لان بتذكرني بعائلتي. ودي صفحه 151. يلا بينا على صفحه 152 53. ابدا بقى على صفحه 154 في الرايت. اول واحده بيقول لك استخدم كلمه افتر. هتقول له هي went to bed هو ذهب للسرير after بعد he had finished his work لما خلص الواجب بتاعه. حاول اصغر سنة كده.
رقم 2 هتقول له she passed the test، يعني هي نجحت في الامتحان أو عبرت الامتحان because she had studied hard، لأن ذاكرت بجد. the movie had started by the time، يعني الفيلم بدأ في نفس الوقت. I reached بنفس الوقت اللي أنا وصلت فيه. I reached the cinema، الوقت اللي أنا وصلت فيه للسينما. he had arrived home، هو وصل للمنزل before he had a shower. رقم 5 هتقول له after she had done her homework، بعد ما هي عملت الواجب بتاعها. she went out، هي خرجت. we had a dinner، احنا بنتناول العشاء. before يعني قبل. we watched a movie، قبل ما نشاهد الفيلم. he went to bed، هي ذهبت للسرير. after he had read، بعد ما قرأت a short story، قصة قصيرة. after I had read the question، بعد ما قرأت الأسئلة. twice، مرتين. I am answered، يعني أنا جاوبت. بسنت felt sad، بسنت بتشعر بالحزن because she had missed the party، عشان هي فقدت الحفلة. I had a dinner before، أنا تناولت العشاء. before I went to bed، قبل ما أذهب للسرير. رقم 11 after finished the game، بعد انتهاء اللعبة. we went home، احنا ذهبنا للمنزل. هنا هتقول له my father was angry، يعني عمي أو والدي كان غضبان because he couldn't come first in the competition، عشان ما حصلش على ما طلعش الأول في المسابقة. after he had taken the money he went to the club. she had bought the meat from the market before she cooked the meal. هتقول له because لأن we were tired، احنا كنا تعبانين. we had walked an hour. خلاص. أو ممكن تعمل ايه عكس، تعكس الجملتين دي كده. صفحة 154. يلا بينا على صفحة 156. صفحة 156 يا أبطال، الجنرال اكسرسايز على الدرس الأول والثاني. بيقول لك هنا listen to the text، سمع للنص and choose the correct answer from A B C or D. there was أيله، هتقول له letter، كان بيوجد خطاب أصفر inside the box، داخل الصندوق. the letter، الخطاب was from سلمى's grandfather، كان من جد سلمى. listen again، استمع مرة أخرى and answer the following question، وجاوب على الأسئلة. what did سلمى find، يعني سلمى وجدت إيه. هتقول له old wooden box، يعني صندوق خشبي قديم. رقم 2 what did the letter wish for سلمى mother، يعني كان بيتمنى إيه لمامة سلمى. تقول له a life full of courage، يعني حياة مليئة بالشجاعة and kindness، والطيبة. how did سلمى feel about the letter، شعرت ايه بالخطابة. تقول له it was precious. choose the correct answer. أول واحدة هتقول له أفولكيت، اللي هي الحدوتة أو الرواية is a traditional story، بتكون قصة تقليدية passed from one generation to another، من جيل لجيل، بتمر من جيل لجيل. the synonym of gratitude، يعني ايه ممتنة أو شكرا. تقول له thanks fullness، اللي هو الشكر. you need، انت بتحتاج الكارج، الشجاعة. to face dangerous، عشان تواجه الخطر. the suffix ly from the adverb، من الظرف. the word warm، دافئ، تبقى warm ليه بدفء. read and complete the text with the word in the box. أول واحدة هتقول له brave، يعني شجاع. تاني واحدة هتقول له full kits، اللي هي tales، اللي هي حواديت أو روايات. رقم 2 هتقول له win، يفوز. رقم 4 هتقول له exciting، يعني طبعا مثيرة. ودي كده كانت صفحة 156. يلا بينا على صفحة 157. هتقول له أول واحدة he went home after he had finished his work، يعني هو ذهب للمنزل بعد ما خلص الواجب بتاعه. by the time، بالوقت. the justice arrived، الضيوف وصلوا. she had cooked lunch، هي طبخت الغداء. we were excited because we had won the match، احنا كنا متحمسين لان فزنا بالمباراة. before I watched TV، قبل ما اشاهد التلفزيون. I had studied my lessons، انا ذاكرت دروسي. بيقول لك complete the following dialogue، كمل الحوار او المحادثة. عمر and علي are talking about old things، بيتكلموا عن الاشياء القديمة. look at this old watch، انظر لهذه الساعة القديمة. it belonged to my grandfather، بتنتمي لجدي. قال له واو it look expensive precious، يعني تبدو غالية او غالية الثمن. قال له yes it is very precious to me، غالية بالنسبة لي. قال له how old is it، كم عمرها. قال له it's about